عليكم. حيننا في منطقة بيرج. منطقة بيرج هي منطقة من مناطق بروكلين تتجمع فيها الجالية العربية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مع السلامة. هذا مطعم الوحدة، مطعم يمني. خلينا ندخل ونشوف شنو داخل. هذا محل جلسات عربية في بيرج، أطقم وستارات وقعدات عربية. هذا مسجد مصعب بن عمير في بيرج، يتكون من 3 أدوار وسرداب، وفي مسجدين ومع مصعب الثالث. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. سوينا الظهر وما شاء الله المسجد فل، ومعنا اليوم مو عطلة، دوامات. والله يحفظ الإسلام والمسلمين. لو تلاحظون أغلب المحلات أسماء بالعربي. هذا مركز لخدمة مسنين العرب، يقدم لهم خدمات مجانية. مطعم اليمن السعيد من أفضل المطاعم اليمنية في نيويورك، هم موجود في بيرج. بلدي أكبر محل عربي في بيرج، يبيع منتجات عربية، لحم ودجاج حلال ومنتجات عربية. What's your name? السلام عليكم. My name is Aziz. Where are you from? Iran. Oh, Iran. Why are you coming here? Here's only Arab people. We want to do shopping. I come in here to Fifth Avenue, Brooklyn, Beirut, to buy grocery, to buy all the halal for me, for my. خدا حافظ. خدا نگهدار. All Arabic people. خدا حافظ. هذا مطعم سمك عربي. هذا المركز الطب العربي، عبارة عن مستشفى صغيرة تخدم الجالية العربية. هذا محل حلويات اسمه نابلس عربي، يبيع كنافة وبغلاوة وحلويات عربية. هذا مسلخ بيت المقدس في بيرج، كل شيء عنده حلال، بط، غنم، بقر، كل شيء ذبح إسلامي حلال.
هذا خروف ذبحوه على الطريقة الإسلامية. تجي بيرج لازم تاكل بوظة عربية، إذا ما أكلت بوظة عربية لا تجي بيرج. هذا صالون حلاقة عراقي حق أخونا من العراق. طبعا العرب عايشين هذول عماراتهم، وهم عايشين تحت فوق ومحلاتهم تحت. ومثل ما شفتوا أنا سألت العرب ليش هم عايشين في بيرج، قالوا لأن بيرج فيها محلات عربية ومساجد ومحامين عربية ومستشفيات عربية، وبيرج جزء من العالم العربي. طبعا في كثير مطاعم عربية في بيرج، هذا واحد منهم. هذا مصري، في لبناني، في سوري، في يمني، وكل الدول العربية لها مطاعم في بيرج. هذا مطعم كرم، مطعم لبناني من أشهر المأكولات اللبنانية في بيرج. محل ملابس أعراس في بيرج، اللي يتزوج يجي يشتري مني، والله يبي لها عرس، يهوني بالعرس. هذه محطة القطار في بيرج، وأهم وسيلة نقل في أمريكا هي القطارات، وكل منطقة فيها محطة يرتفع سعرها. هذا المحل اسمه سي تاون، من أقوى المحلات في بيرج، ويملك أخونا فلسطيني، وفلسطينيين من أكبر التجار في أمريكا، الله يرزقهم.
هذا اللي شفتوه كله في نص المنطقة، وراح أجيلكم إن شاء الله يوم ثاني بكملكم المنطقة. سلام.